السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم الشيرات؟ ان شاء الله تكونوا غاية وهانيين. نحييكم ونرحب بكم حبوباتي الغاليات، ونقول لكم يا اهلا وسهلا منورين القناة كبرياء انثى. وتحية بزاف كبيرة للمشتركات الجدد اللي التحقوا معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في عائلتكم الثانية معنا في اليوتيوب. أنا فخورة جدا بانضمامكم لقناتي، ولكم كل الاحترام حبيباتي وخياتي. ولهذا نقولكم أنه كل ما راح يكون فيه فايدة وخير راح نقدمه لكم وبكل شفافية وبكل وضوح، وتعم الفايدة علينا كامل إن شاء الله يا ربي، وتكبر عائلتنا ونصبحوا يد وحدة بإذن الله تعالى. ومرحبا بكم مرة أخرى في موضوعنا اليوم، راح يكون بزاف فيه فايدة، لهذا نقول لكم تبعوا للأخير حتى نستفادوا من النصائح. موضوع اليوم راه موضوع حساس، حذاري من هذه الأمور اللي تنقص من قيمتك قدام الناس. نهضروا بصراحة، الناس ما تنقصش من قيمتك فجأة، الأمور تصير بشوية بشوية. كل مرة تسكتي على حاجة ما تعجبكش، ولا كل مرة تبري تصرفات وانتي مشي مجبورة تبري عليها، كل مرة تقولي نعم وانتي بداخلك حابة تقولي لا، راكي تنحي من قيمتك بيدك والناس تتعود على هذا الشيء. نعطيك مثال، في وسط الدار دايما انتي رافدة المسؤولية، انتي رافدة الخدمة. نهار اللي ما تبغيش تخدمي ولا تكوني مريضة ولا تقولي شي بزاف عليا، ما يبغوش. بالتالي كي شغل يوالفوا فيك، يوالفوا انتيا دايما تخدمي. هذه بالنسبة للزوج، بالنسبة للأهل تاع الزوج كما نقولوا ساكنة في دارهم. انتي دايما متقدمة، انتي دايما تطيبي، انتي دايما تغسلي، انتي دايما يتعودوا عليك، يتعودوا اي حاجة. لو كان لا قال فلانة هي اللي دير هذاك الشيء، تولي هذيك الخدمة باسمك انتيا. نهار اللي تقولي ما نخدمش ولا تملي ولا تكرهي ولا يقولوا لك لا، علاه اسمك شغل ولت خدمتك. علاش؟ لخاطر انتي نهار الاول ولفتيهم في روحك، وفي الاخير تولي انتيا الغلطة، انتي اللي تحاسبك، انتي اللي يولي عليك، تولي عليك الهضرة. وحتى في العلاقات في نفس الشيء، تكوني طيبة، تكوني تحبي الخير، ترضي الناس اللي قدامك. هذا الشيء ماشي راني نقول لك زعما كي شغل ما ديروش الخير ولا ما ترضوش الناس اللي قدامكم، ولا بصح ما تكثروش منها. الحاجة دايما كي تكثري منها، كي قال لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. الحاجة دايما من تولي تكثري منها تولي عادية، تولي حاجة نورمال، ماشي تولي كبرانية، تولي واجب. يعني تولي بالسيف عليك ديري هذوك الصوالح، تولي مجبرة مطالبة به ديريهم. كون ما ديريهمش تولي انتيا اللي دايره الخطأ، انتي الظالمة. ثاني حاجة هي لازم نحبسوا من كثرة التبرير. ماشي كل سؤال لازم عليه جواب، وماشي كل موقف لازم عليه نشرح لك فيه روحي. مثلا واحد يسقسيك علاه تأخرتي ولا علاه درتي ديك الحاجة، ولا انا المهم ما نكونش غلطة. نكون غلطة ما نكذبش عليك، نقدم الاعتذار، بصح كي ما نكونش غلطة نجاوب باختصار. اصلا الناس تحترم اللي يهدر قليل وبثقة. نكون قالك خير الكلام ما قل ودل. اصلا الناس ما هيش تقيم اللي يهضروا بزاف. قد السؤال قد الجواب. قال علاه ما جيتيش بكري اسمح لي كان عندي ظرف، هذا ما كان. ما نحكي لكش حياتي باه نبرر لك باه انت ترضى عليا ولا انت ترضي عليا. ثالث حاجة، حبسي ما تحقريش روحك. كي تقولي انا ما نفهمش ولا رأيي ما يهمش، ولا راكي تهبطي في روحك قدام الناس، راكي تطيحي في القيمة تاعك، تطيحي في النيفو قدام الناس. حتى اذا كنتي مشي متأكدة من جوابك ولا من هذاك الرأي تاعك، مالي ما تهبطيش من روحك بالكلام. راه الكلام هذا تاعك يسمعوه ناس ويعاملوك على أساسه. نعطيك مثال، راكي في جماعة، راكي مع الزوجة تاعك، بغا يستشيرك، بغا يسقسيك على حاجة بغا يديرها في جماعة. راكي عارفة حنايا نسا ولا حاجة تاع اللبسة ولا حاجة
حتى إذا ما كانت عندي فكرة على هذيك الصالحة وما عنديش كي شغل، ما عنديش فكرة كبيرة عليها ولا ما عنديش، معليش مهم نعطي غير رأي صغير قال شابة، مهم نعطي رأي، وذاك الرأي كي نعطيه بثقة، ماشي نقول لا أنا ما نعرفش هذا الشيء، لا بالك نقولها لكم وراي ما يعجبكمش، لا ما نصغرش أنا من النيفو تاعي. رابع حاجة هي السكوت على الحقرة. لازم نفرقوا بين الطيبة والضعف. الطيبة أنك تكوني محترمة، بصح الضعف أنك تخلي اللي قدامك يتعدى على الحقوق تاعك ويحقرك. وفي أي بلاصة، في الخدمة، في العلاقات، كي واحد يطيح من قيمتك بالكلام ردي بهدوء، حطي حد حتى ولو بكلمة واحدة وتنسحبي من هذاك المكان. هنا ديري لروحك قيمة، الناس تولي تحسب لك 100 حساب، لأن لما قيمتيش انتي روحك ما تقارعيش الناس تقيمك. خامس حاجة، تعلمي تقولي كلمة لا. لا كلمة راها قصيرة بصح قيمتها كبيرة. اللي ما يقولش لا للناس اللي تستغله بلا ما تحسن عونه راه إنسان ضعيف الشخصية. قولي كلمة لا، قوليها بأدب، بصح قوليها باه تحمي صحتك، وقتك، راحتك هي الأولى. نعطيك مثال، حاجة ما نكونش باغية نديرها، يأمروني بها ولا يفرضوها عليا، قال ديريها خدميها وانا ما باغياش نخدمها، ولا بلاصة ما باغياش نروح لها، ولا ذاك الانسان انا مانيش باغياته يجي عندي وباغي يجيبوه لي بالسيف، ولا نقول كلمة لا، نفرض رأيي، ما ذيك الانسان ما نقبلهش، هذيك بلاصة ما نروح لهاش، هذيك الحاجة ما نديرهاش. كي ندير حاجة مشي باغيتها، هذه راني ندمر في نفسيتي ببطء. معليش نقول كلمة لا ونربح صحتي ونربح راحتي. انا اصلا الناس كيما هكا في حياتي ما عندي ما ندير بيهم، هادو راهم يدمروا فيك بطريقة غير مباشرة، بلا ما تفيقي تصيبي روحك مدمرة. اصلا النقطة الرابعة والخامسة رانا دايرين عليهم فيديو، الطيبة ليست ضعف، ارجعوا لها اخوات وشاهدوا الفيديو. سادس حاجة هي محاولة ارضاء الناس كامل. راه مستحيل ترضي الجميع، وكل ما حاولتي أكثر راكي تخسري أكثر. الإنسان اللي عنده موقف وحدود يحترم حتى ولو ما عجبش الناس كامل، وهذه هي الحقيقة، لازم كل واحد منا يقتنع بها. مهما درتي، مهما تعبتي، مهما كانت نيتك صافية، تلقاي دايما اللي ما يعجبهش الحال، واللي ما يعجبهش الحال دايما يقولك إذا درتي مليح يقولك علاه، وإذا ما درتيش يقولك علاه ما درتيش. يعني في كل الحالات الكلام موجود. الصح هو أنك تديري اللي يرضي ضميرك قبل كل شيء، وتكوني إنسانة نيتك صافية وما تظلمي حتى واحد، واللي بغى يهدر على روحه، كما قالك هما هادرين. سابع نقطة أنا تبالي هي النقطة المهمة، ما تهدريش بزاف على حياتك. مشي كل واحد تصح بيه تحكي له على حياتك، ومشي قاع الناس تبغي لك الخير. بعض الناس يسمعوا غير باش يستعملوا كلامك ضدك، يعني يديروه لك سلاح. خليك ذكية، خلي حياتك خاصة بيك انتي لوحدك. كي تهدري بزاف على روحك مرات تلقي روحك مجروحة بلا سبب، مرات تلقي الناس يحكموا عليك بلا ما يعرفوك. اما كي تحافظي على حياتك لنفسك تولي اقوى، تولي قادرة تحمي قلبك وأحلامك وطاقتك. نعطيك مثال، وهذا الموقف قاع مرينا به. قاع كي نزحفون نبغوا لمن نهضروا، تبغي تخرجي هذيك الهضرة اللي راها ضراتك، تبغي تخرجيها، تبغي تحكيها. كاين اللي كي يحكي يريح، تحكيها لصاحبتك ولا لاختك ولا ما تعرفيش قاع لمن، هما ذاك هم يصنتوا لك. كاين اللي يتصنت لك ينظر من جهتك، وكاين اللي لا، كاين اللي يتصنت لك منها يتعلم منك ذاك الموقف اللي طحتي فيه انتيا به ما هو ما يطيحش فيه. والزوجة كاين اللي يدس لك هذوك الصوالح نهار من نهارات يجبدهم ويبقى يعاير فيك، كي شغل يولي سلاح ضدك، كلامك يولي سلاح ضدك. وهكا خلي بعض الحاجات سرية، خلي الناس تتساءل شوية عليك، خلي قلبك حر، خلي لحظاتك ثمينة لنفسك،
وللي يستحقوها، للناس اللي تستحقها. مشي معناها تكوني باردة، لا، احكي بصح، عرفي لما تحكي. تذكري أن كل لحظة في حياتك راها ثمينة، ما تعطيش كل شي للناس، بعض الأشياء خليها ليك وحدك، تعرفيها غير انتي فقط. وفي الأخير لازم نفهموا باللي قيمتنا ما يحددهاش كلام الناس، قيمتنا تحددها سلوكات تاوعنا. كي تحترمي روحك الناس بالسيف عليها تحترمك. القرار بيدك، يا إما تكملي تعيشي به ترضي الناس، يا إما تبدي تعيشي به ترضي روحك وتحترمي روحك. وفي الأخير حابة نقول لكم حاجة واحدة برك، ما كان حتى واحد في هذا الدنيا راح يعطيك قيمتك إذا ما عطيتيهاش أنت لروحك. الناس يعاملوك كما تسمحي لهم انتيا، وكل مرة تسكتي على الحجرة وكل مرة تهبطي من روحك راكي تقولي ليهم باللي هذا الشي عادي. من اليوم قرري به تحترمي روحك أكثر، قولي كلمة لا كي يلزم الأمر، حطي حدود لروحك وما تبيعيش كرامتك باش ترضي الناس. راه اللي يروح يروح واللي يبقى يبقى وهو محترمك. قيمتك ماهيش في عيون الناس، قيمتك كيفاش تشوفي روحك، ومن نهار اللي تتبدل هذا النظرة حياتك كامل راها تتبدل. وفي الأخير نقولكم مع السلامة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسونيش باللايكات والتعليقات والبارتاج.